لمّا كابتن أحمد رفعت اتوفى، الدنيا كلّها قامت وما قعدتش، إعلاميين وجماهير ومسؤولين، كل الناس هاجت جدًا إن إزاي في بني آدم يموت من القهرة وحالته النفسية. ومن أهم الحاجات اللي حصلت كان في مكالمة ما بين الإعلامي هاني حتحوت ورئيس نادي فيوتشر اللي هو مودرن سبورت دلوقتي وليد دعبس. المكالمة دي كان فيها احتدام جامد جدًا ما بين هاني حتحوت والباشمهندس وليد. هاني حتحوت هاجم وليد، وليد هاجم هاني حتحوت، والاتنين اتخانقوا في المكالمة زي ما هتسمع دلوقتي. وعامل مصيبة قبل ما يموت، مش هنطلع على الهوا هو نقول انتوا إنه عمل هو مصيبة. انتوا لازم الواحد يجي لكم يمين تقولوا شمال، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ طب ممكن انا أرد مش على فاهم. حضرتك يا دكتور؟ ممكن أرد على هو حضرتك؟ حضرتك النقاش لازم اجي اقول لك انت عملت كذا، لا اصل احنا مش عارفين كذا كذا كذا. انتوا ما عندكوش طريقه في النقاش غير ان انا اجي لك يمين تجي لي شمال. انتوا عايزين تولعوا الدنيا وخلاص. طيب انتوا ما عندكوش هم غير توليع الدنيا. طيب رد على حضرتك. اعلامي اتفضل. ولا قاضي؟ أنا لست حضرتك ايه بالظبط؟ قاضيا خالص، لكني إعلامي، يعني عايز أظهر الحقيقة. في واحد مات لا يا حضرتك فندم، في واحد مات. حضرتك المهم يا سيدي من فترة قليلة جدًا فتحوا محطة جديدة اسمها مودرن سبورت. عارف مين اشتغل فيها؟ كابتن هاني حتحوت. أنا مش جاي أتهم حد بحاجة، أنا بس عايز أعرف إيه اللي حصل، وكده، كده جاي أثير البلبلة. سلام.